انت متأكد انك عارف كل انواع السكر؟ يعني عارف النوع الاول والنوع التاني، بس في نوع تالت مستخبي. النهاردة هنتكلم عن LADA، نوع سكر غامض بس مهم جدا تعرفه قبل ما يفاجئك. طيب يعني ايه LADA؟ الاختصار ده معناه Latent Autoimmune Diabetes in Adults، أو بالعربي السكر المناعي الكامن في البالغين. يعني باختصار سكر مناعي زي النوع الأول بس بيجي في سن كبير وبيتخفف شكل النوع التاني. تقدر تقول كده LADA هو الجاسوس اللي داخل وسط مرضى النوع التاني، لابس لبسهم ماشي وسطهم بياخد نفس الدواء بس جواه من النوع الأول، وكل شوية بيقرب لحقيقته. خلينا نقسم الموضوع ببساطة. النوع الأول بيجي في سن صغير والمناعة بتهاجم خلايا البنكرياس فبيوقف إفراز إنسولين. النوع التاني بيجي في سن كبير غالبا والجسم بيبقى مش بيستجيب للإنسولين كويس، وده مرتبط غالبا بالسمنة. لكن بقى LADA ده نوع تالت كده فلتان، بيجي في البالغين غالبا فوق ال 30 سنة، والمناعة بتهاجم البنكرياس برضو بس ببطء. المشكلة في البداية المريض بيبان كأنه عنده سكر من النوع التاني، بياخد أدوية عادية زي الميتوفورمين وسكره يظبط شوية، بس مع الوقت الجسم بيبدأ ينهار وسكره يخرج عن السيطرة. ليه؟ لأنه أصلا مش من النوع التاني، ده LADA. الدكاترة بيكشفوا الموضوع ده إزاي؟ عن طريق تحليل أجسام مضادة زي جاد أنتي بوديز، وتحليل سي بيبتايد عشان يشوفوا البنكرياس بيشتغل ولا لأ. ولو طلعت الأجسام المضادة موجودة خلاص انت كده officially عندك ال ADA. العلم بيقول من 3 ل 12% من الناس اللي بيتشخصوا بالنوع التاني هم أصلا عندهم ال ADA، يعني تقريبا واحد من كل 10. وحوالي 80% من المصابين ب LADA بيحتاجوا انسولين خلال أول 3 ل 15 سنة. لكن خلي بالك مش أي علاج ينفع مع LADA. الأدوية اللي بتحفز البنكرياس زي السولفينايل يوريا غلط. ليه؟ لأنها بتجهد البنكرياس وهو أصلا بيتهاجم المناعة. يعني لو أنت فوق ال 30 سنة وشخصوك بالنوع التاني بس جسمك مش تخين وسكر الدم مش بيظبط بسهولة، أو في خسارة وزن ملحوظة، أو عندك تاريخ عائلي فيه أمراض مناعية، يبقى لازم تقول للدكتور اعمل لي تحاليل الأجسام المضادة، يمكن أكون LADA. الموضوع مش مرعب ولا فيه هلع، لكن الفكرة إنك تعرف نوع السكر الحقيقي بتاعك بدري يساوي علاج مناسب، أقل مضاعفات، ونوعية حياة أفضل بكتير. لو عجبت الحلقة دوس لايك سبسكرايب وفعل الجرس عشان تكتشف أنواع تانية من الجواسيس اللي مستخبين في الطب. وسيب لي في الكومنتات كنت تعرف إيه عن LADA؟ تعرف حد ممكن يكون عنده من غير ما يعرف؟